في عالم كرة القدم في لحظة ممكن تتحول من بطل إلى متهم، من صانع فرحة للملايين إلى عنوان لخيبة أمل. بول بوجبا، اسم اللي ارتبط بالموهبة، القوة، الإبداع في خط النص. شاب من ضواحي باريس، حلم إنه يبقى نجم، فبقى أيقونة فرنسا في كأس العالم، وأغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد وقتها. من أحسن لاعب خط نص في جيله، لكن القصة ما كانتش مجرد فلوس وانتصارات. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ واهلا بيكم في فيديو جديد من اوتسايد. النهارده هنتكلم عن قصه بول بوجبا والموهبه اللي ضاعت بسبب المنشطات. بول بوجبا اتولد 1993 في باريس، ونشأ في عائله اصول غينيه. بدأ لعبه كره القدم في فريق شباب محلي، وبعد كده انضم الى اكاديميه لهار قبل ما ينضم لفريق الشباب لمانشستر يونايتد عام 2009. لعب لمانشستر يونايتد عام 2009 و2010، وبعد كده صعد للفريق الاول عام 2011، بس ما ظهرش كتير. وهنا بقى بدايه الاحتراف. عام 2012 انتقل ليوفنتوس مجانا، ظهر بشكل كبير جدا وكان من اللعيبه الاساسيه في الملعب، وكان وقتها من احسن اللعيبه في يوفنتوس. وبعد كده رجع لمانشستر يونايتد في صفقة تاريخية بقيمة 89 مليون جنيه استرليني، بما يعادل 105 مليون يورو، في صفقة تاريخية لمانشستر يونايتد. وفي عام 2013 خد جائزة جولدن بوي وأحسن لاعب في الموسم، بالإضافة إن هو أخد الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا. ظهر في أول موسم بشكل كويس جدا، وأخد كأس الرابطة واليوروبا ليج. أنا عايز أقول لكم إن طريقة لعبه عالية جدا، وقوة والتحامات ومهارات فردية، لأن هو بيلعب محور ارتكاز وبيلعب 8 في الملعب، وده بيخليه عنده رؤية كويسة جدا في الملعب، بالإضافة إن هو بيشوط من بعيد وبيعمل عرضيات طويلة، ودي من الحاجات اللي بتميزه إن هو كان أحسن خط نص في الملعب حاليا. وندخل بقى على كأس العالم، أقوى بطولة في تاريخ كرة القدم. أنا عايز أقول لكم إن هو أبدع مع منتخب فرنسا في كأس العالم، وأخد كأس العالم 2018، وكانت ديت اكبر واهم انجازاته، وانجاز اي حد بيحلم انه يشارك في البطوله ديت وياخد كاس العالم. انا عايز اقول لكم كمان ان هو لعب مع المنتخب الفرنسي 91 مباراه دوليه وسجل منهم 11 هدف. وبعد كاس العالم بدا مستواه يقل بسبب الاصابات، وبالتالي مشاركته مع مانشستر يونايتد قلت، ولكن تم رجوعه ليوفنتوس عام 2022، بس برضه ما ظهرش بالشكل كويس، لان طبعا ظهوره بقى قليل في الملعب ولياقته البدنيه قلت. ونيجي بقى لأهم نقطة والمشكلة الأكبر، وهي قضية المنشطات. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وسبسكرايب يا جماعة، وتفعلوا الجرس وتدعموني. بوجبا خضع لاختبار إيجابي مرتبط بمادة DHEA في عام 2023، واتحكم عليه في أغسطس 2023 بإيقاف 4 سنين. 4 سنين يا جماعة، انتوا فاهمين؟ 4 سنين دي كفيلة تدمر أي شخص. وهنا بقى تيجي اللحظة الصعبة في حياته، لحظة الانهيار، لأن هو كان في يوم من الأيام بطل، ودلوقتي بقى عالق في غرفة التحقيقات والمحكمة الرياضية. 4 سنين إيقاف اتحكم عليه، وكأنه حكم بالإعدام على مسيرته ونهايته الكروية حرفيا، وكفيلة إن هي تضيع مسيرته تماما وتقضي على حياته وطموحاته كلها. لكن هو ما استسلمش، وقدر ان هو يعمل استئناف ويقلل الحكم ل 18 شهر بس. في اكتوبر 2024 بعد قبول المحكمة بان التعاطي كان غير متعمد، وتم احتساب المدة من 2023 شهر اغسطس، وبالتالي هيرجع الملعب سنة 25 في شهر مارس. ومن بعدها انضم لموناكو الفرنسي لمدة موسمين عشان يبدأ خطوة جديدة وفرصة تانية بعد غياب فترة طويلة جدا، وتبدأ فرصته من جديد لأوروبا. واحنا بنتكلم النهارده عن بول بوجبا، احنا مش بنتكلم عن مجرد لاعب، لا، احنا بنتكلم عن شخص انسان عاش صراع ما بين القمه والخسوف، ما بين الموهبه والقدر، عن نجم بيلمع في اصعب اللحظات وبرضه اتكسر من لحظات تانية. السؤال دلوقتي، هل بوجبا قادر ان هو يكمل مسيرته بشكل كويس ويبدا فرصه تانية وحياه جديده؟ مستني رايكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وفولو وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.